السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في فيديو جديد. خدعوك وقالوا اللي على علم مصر ده نسر. كل الناس بتقول نسر، الإعلام المصري بيقول نسر، التلفزيون يقول نسر، مش عارف مين نسر. ولو إن اللي على علم مصر ده اسمه عقاب، وفي فرق ما بين العقاب والنسر. الناس اللي هي لها في الحيوانات والكلام من ده وقريت كتير. طبعا كان معروف زمان من الناس اللي هو بالقوة وأقوى الحيوانات وشامخ وبياكل لحمة وبيصطاد ويوي. تلاقي العكس، إن الحيوان النسر ده بياكل من الجيفة اللي هي الحيوانات الميتة، ضعيف مقارنة بين العقاب. فرق ما بينهم جامد. طبعا معروف العلم مصر أحمر أبيض أسود. طب قصته ازاي؟ لو رجعنا ورا شوية كده من القدماء المصريين، كان عندهم العقاب ده رمز كبير، حاجة كبيرة أوي. بعد كده تطورت الأحداث والأيام وكده، لما جه صلاح الدين دخل مصر، عمل العقاب ماشي شعار ليه. بعد كده رسموا على القلعة، على جدران القلعة. وبعد كده بعد فترة من الفترات، بعد صلاح الدين وكلام من دوت، قاموا شايلينه من على علم مصر، وقاموا حاطين الهلال والتلات نجوم. الهلال والتلات نجوم. لما جت ثورة 23 يوليو بقت مصر جمهورية والكلام من ده، رجع لتاني للعالم ماشي عليه العقاب اللي هو بس العقاب بقى رجع العقاب وفيه التلات نجوم من حوالين رجليه كده. وفضلت الدنيا ماشية بالعالم ده. وقام اتغير تاني لما جت تضامنت سوريا وليبيا ومصر وبقوا شيء واحد، قاموا حاطين عليه عاملين صقر. طب بعد كده تدولت لما بدأت بقى تخش الدنيا وحرب 73، رجع العالم تاني ماشي اللي هو الأحمر والأبيض والأسود والصقر في النص، وفضل ماشي الشعار زي ما هو لغاية سنة 84. فجأة قام راجع تاني أحمر أبيض أسود وعليه العقاب اللي هو مش الصقر أو النسر اللي محطوط حاليا، هو العقاب ماشي. وفضل بقى متوارثة لغاية وقتنا هذا، متوارث وفضل زي ما هو. دي بس المعلومة اللي على علم مصر ده العقاب. لو مش مصدق أو مش مقتنع، خش على جوجل وابحث، شوف الفرق ما بين العقاب والصقر والنسر، وشوف الفرق واكتب كده علم مصر اللي مكتوب عليه ايه، هتفوجئ بإجابة غريبة. واسأل الناس بتاعت زمان اللي واعية بالحاجات دي. وده كل ما ده في الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.